مشروع ديال ديتيكتيف بريفي في المغرب. خليك معايا حتى الاخر. اول حاجه، في المغرب ما كاينش قانون منظم ديال محقق خاص. كان مقترح في 2019 ولكن مازال ما تفعلش. ولكن في المغرب المهنه ما ممنوعاش، والدليل كاين مجموعه ديال الشركات اللي كيمارسوا هذا النشاط التجاري. في بعض العمالات السلطات المحليه كيربطوها بالمهنه ديال الحراسه سيكوريتي، وكتخاد عليها رخصه بمزاوله النشاط التجاري. الخلاصه كاين فراغ كبير في الاطار المنظم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت مهنه اللي فيها بزاف ديال المخاطر، ونقول لك علاش. اول حاجه، ما عندكش الحق تمس بالمعطيات الشخصيه للافراد. ثاني حاجه، القانون الجنائي كيمنع التصوير والتسجيل ديال الناس بلا خبرهم، وكذلك البث ولا النشر ديال المعطيات ديال الناس بلا الموافقه ديالهم كيعاقب عليه القانون الجنائي. يعني في هذه المهنه هذه خصك ترد البال بزاف من الاطار القانوني. الاستثمار في هذا المشروع ماشي كبير بزاف، غادي تحتاج مكتب وتجهيزات مكتبيه، بيسي، دي كاميرا، بيروات وما الى ذلك، وشي وسيله نقل باش تقدر ديبلاصا باش تبع عباد الله. الثمن ديال هذه الخدمه في المغرب كيمشي من 1500 درهم حتى 3000 درهم، على حسب شنو بغى يطلب الزبون وعلى حسب التعقيد ديال المهمه. اش بان لك كونان تبدا في هذا المشروع؟